بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لما شفنا عمنا ده ماشي بالطريقة دي قلنا نساعده ونقف معه بالواجب. قالوا لنا قاعد في سوق أم درمان جنب الجامع الكبير. يتوكلنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى نمشي سوق أم درمان عشان نسأل من عمنا ده قاعد ومكان وين. سألنا أمنا ست شادي كنا لها وين عمنا ده، قالت والله مرات بيجي بالشارع ده ماشي ودائما هي قاعد تشوفه ماشي بالشارع ده. كنا نمشي نشوف الشارع، مشينا وسألنا لحد ما دلونا على زول قاعد في السوق ده من زمان وبيعرف الناس. مسك التلفون عاين يتفاعل معانا جدا وقال انه هو بيعرفه وشافه كذا مرة بيمشي بيجاي، وقبل شوية كان شايفه معه صاحبه قاعد جنبه قال له ايوه ده هو ذاته. سألونا من اسمه ما كنا عارفين اسمه شنو، كنا له احنا عايزين نساعده بس. قال خلاص هو قاعد بالشارع اللي هناك في المكان الفلاني. كنا خلاص نمشي نسأل منه وين هو في الشارع بهناك. جينا لقينا عمنا قاعد في الشارع وعاين له تمام. قال ايوه الزول ده ماشي في الشارع ده قبل شويه، ادوني رقم تلفونكم عشان اذا شفته اتصل عليكم. اديناه رقم تلفوننا ويتواصل معانا. قلنا نتأكد من اخواتنا ديل، قالوا ايوه هسه قبل شويه جا ماشي بيجاي. ربنا وفقنا وسخرنا عشان نشوفه ونلاقيه وين عشان نساعده لحد عنده، بس ربنا ما وفقنا لنا نلاقيه. الناس شالوا رقم تلفوناتنا وعمنا ده قال لنا انا قاعد من عمري 3 سنين لعمري 70 سنة في المنطقة دي، عارفه وان شاء الله حلقاه. سجلوا رقم تلفونكم عندي عشان انا اتصل عليكم وانا داير معاكم الاجر. نسأل الله يوفقنا جميعا على الخير يا رب العالمين.